ازيكم يا حلوين. النهارده هعلمكم طريقه عمل الذرة، يعني مش هتحتاجوا تشتروه او كده. هنحتاج عندنا دقيق، سكر، ميه، وخل. انا هنا حطيت 5 معالق دقيق ومعلقتين سكر. هقلبهم كويس جدا مع بعض كده، بقوا الاتنين مع بعض. وهنحط يعني معلقة من الخل، اهي معلقة من الخل، يعني حوالي 4 معالق من المية، 4 معالق كبار من المية، واهي. وهنقلب، لو حسيناه ان هو يعني محتاج دقيق كمان نقدر نزوده او ميه. يعني انا لو ابتدى تلاقوه عجينه كده يبقى محتاج ميه. بس نحط ميه، لسه كمان عايز ميه. ايوه كده اهو. هنقلبه كويس جدا عشان يلزق كويس. هنحط شوية سكر ودقيق كمان، يعني لا يعني كمان نزود الحاجات لحد ما نحس ان هو ايه خلاص بقى كويس بالطريقة اللي احنا عايزينها. هنحط شوية دقيق كمان، يعني صغيرين. انا حطيت بالنسبة اللي انا عايزاه حطيتها اهي. الخل هنزود شوية، طالما زودنا كل المكونات. هنحط حوالي نص قطع خل كده، نص معلقة خل، معلقة دي، ونقلبها. وفي الاخر طلع الورق اهو، اهو. وبكده نكون خلصنا الورق وهنجربه مع بعض دلوقتي. اوكي، وخلينا نجرب السمك بتاعنا. انا جبت عندنا ورقه اهي، هنستخدم فرشه علشان ايه بس ان فيه شويه ميه اهو. هنستخدم الفرشه، حطينا فيها السمك اللي احنا عملناه. هنعمل الورقه اهي، نستخدم السمك اهو هنا وهنا. يعني مش مكلف خالص وجميل، واكيد كل المكونات اللي انا استخدمتها عندكم في البيت. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، شير، كومنت، واكتبوا لي في التعليقات تحت عايزين ايه، واشتركوا في القناه. باي باي.